مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أيضا للي عم يشاهدونا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستديو دكتور فراس تيشي، اختصاصي بالجراحة العصبية، مدير مشفى تيشي الطبي بمدينة قامشلو. طبعا اسمحوا لنا نرحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور وأهلا وسهلا فيك. مساء النور أستاذ، يلا أهلا فيكم جميعا. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا تأغنوا لقائنا، أي سؤال أو أي استفسار بما يخص بين قوسين الجراحة العصبية ضمن مجال ضيفنا، فيكم تتصلوا معنا بالرقم الأرضي 429 101 أو عبر الواتساب 093 82 80 81 4 أو عبر رسالة على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. عبر أي كومنت أو تعليق سؤال أكيد رح نقرأه ونطرحه على ضيفنا الدكتور فراس، وأكيد رح يجاوب عليه السؤال. اليوم هيك حبينا نختار موضوع مهم كتير، هو إصابات الردية للعمود الفقري أو إصابات العمود الفقري الردية. يا ترى شو هي كتعريف كمدخل لموضوعنا؟ رح نترك المايك للدكتور فراس، تفضل. مساء الخير لكم جميعا، وللشرف أن يكون ضيف لقناتكم الطيبة والمميزة إن شاء الله. بدنا نحكي اليوم عن إصابات العمود الفقري الردية. طبعا العمود الفقري مثل ما بنعرف يتألف من 33 فقرة، عند بعض المرضى 32 فقرة، 7 فقرات رقبية، 12 فقرة ظهرية، 5 فقرات قطنية، 5 عجزية، 2 أو 3 عصاصيات. طبعا بين كل فقرة وفقرة في قرص غضروفي، نحن نسميه عامية نسميه ديسك أو نواة لبية، ما عدا الفقرة الرقبية الأولى والرقبية الثانية. طبعا ما عدا الفقرات العجزية والعصاصية اللي ما ينحوا على قرص غضروفي. فائدة القرص الغضروفي هو امتصاص الصدمات وتوزيع الأوزان بالنسبة للعمود الفقري، لأن العمود الفقري بنية عظمية وبنية متحركة، يعني البنية المتحركة دائما تتحمل الصدمات وتعرض لإصابات ردية أو إصابات وظيفية. القرص الغضروفي والعضلات اللي بتحيط العمود الفقري والأربطة اللي حول العمود الفقري تحمي العمود الفقري نفسه من الإصابات، وتحمي النخاع الشوكي الموجود ضمن القناة الفقرية. طبعا الحماية الأساسية هي حماية الأساسية للنخاع الشوكي، اللي هو عنصر النبيل، عنصر حساس بالنسبة مقارنة مع العظم أو مقارنة مع العضلات. بالنسبة للإصابات الردية، أشيع الإصابات الردية هي تحصل في عمر الشباب، لأنه عمر الشباب هو أكثر فئة عمرية تتحرك، أو أكثر فئة عمرية تشتغل أعمال حرة أو أعمال قاسية. طبعا أشياء الأسباب هي السقوط، يجي بالمرحلة الثانية حوادث السير، يجي بالمرحلة الثالثة المشاجرات أو إصابات وظيفية نتيجة جلوس المريض أو حمل أوزان ثقيلة أو وضعيات غلط بالقاعدة حسب. تقسم الإصابات بشكل عام إلى ردود بسيطة مثل تشنج عضلي، تشنج أربطة. المرحلة اللي بعدها هي تمزق عضلي أو تمزق رباطي. إذا أزية أقوى، إذا آلية الرد أقوى، بصير عندي إصابة عظمية، سواء كسر فقرة، كسر بالفقرة، كسر جزئي بالفقرة أو كسر كامل بالفقرة، أو انزلاق فقرة أو خلع بالفقرة. الأزية الأسوأ شيء هي أزية بالنخاع الشوكي، لها علاقة بآلية الرد أو شدة الرد. النخاع الشوكي اللي هو أنبل عنصر يعتبر بالعمود الفقري، والعنصر الحساس اللي التعامل معه صعب جدا والتجدد فيه صعب جدا. مثل ما قلنا، أزية عضلية خفيفة، أزية رباطية، أزية عظمية، أو أزية نخاعية. وأحيانا طبعا يتشاركوا الأزيات هاي كلها تتشارك مع بعضها تكون هي أزية أقصى إن شاء الله. أيضا ضمن أزية القرص المرن هذا اللي يسمى الديسك أيضا كمان من درجة، طبعا ضمن ردود العمود الفقري احتمال يصير في فتق نواة لبية. اللي هي القرص الغضروفي هو نفسه النواة اللبية تماما. عامية هلا في بس توضيح صغير، القرص الغضروفي، النواة اللبية، فتق نواة لبية، الديسك، كلهم كلمة واحدة تماما، بس تعابير تختلف من منطقة لمنطقة. في تعابير علمية بحتة مثل فتق نواة لبية، وتعبير علمي بحت تماما. الديسك هو تعبير اجتماعي عام اجتماعي متعارف عليه. قرص الغضروفي ما حدا يعرفه. الانزلاق الغضروفي المتعارف عليه بدول جوار مثل دولة العراق أو أقليم كردستان.
بقى أحيانا كثير نقع بمشاكل مع المرضى بتعابير خفيفة صح. بس هو المفهوم واحد. طبعا آلية الرد هي نفسها سقوط أو حمل وزن ثقيل أو حادث سير، مثل ما يصير عندي إصابة عضلية أو إصابة عظمية أو إصابة عصبية، احتمال يصير فتق بالنواة الليبية أو الحلقة اللي فيها تنفتق يطلع النواة الليبية. والأعراض لها علاقة بدرجة الفتق ودرجة الإصابة، إيش قد صار في ضغط على النخاع الشوكي على الجذور العصبية. هو كان سؤالي هذا إنه خطر على بالي إنه شكل وعرض يعني شكل العرض يعني الإصابة كيف بيكون دكتور المراجع اللي بيراجعكم، سواء كان بحالة إسعافية أو مريض بارد يعني جاي على العيادة اللي عندكم. طبعا العرض الأشيع والأول يجي كل المرضى سواء رضي سواء وظيفي سواء متعاقب خلال فترة زمنية. العرض الأول الأساسي هو الألم القطني أو ألم العمود الفقري حسب مكان الإصابة. ألم رقبي إذا في عندي أزية رقبية، ألم ظهري بالظهري، والألم القطني هو الأشيع سبب، أشيع عرض يعتبر سبب مراجعة المريض إلى قسم الجراحة العصبية أو قسم الداخلية العصبية. صح. الألم طبعا مواصفات الألم تختلف من مرض لمرض. مثلا مواصفات الألم بالنسبة للمريض ديسك تختلف عن مواصفات الألم بالنسبة للمريض تشنج قطني، تختلف عن المريض له مثلا ورم فقرات أو نقائل العمود الفقري. تمام دكتور، خلال حديثك ذكرت موضوع انه اللي يكونوا هيك اعمار معينة فوق سن البلوغ هن اللي بيكونوا عرضة لأكثر لهالإصابات هاي. طب ليش الأطفال ما بينصابوا أو اليافعين أو الأقل أعمارا؟ هالشي هذا متعلق بموضوع مسألة مرونة العظم أو الفقرات أو ما بعرف، يعني يا ريت تشرح لنا هذا. هلا بالنسبة للأطفال أو اليافعين الأقل من 18 سنة، طبعا الأطفال الصغار واليافعين 3 أسباب رئيسية اللي ما تخلي الأزية تكون قوية عندهم. السبب الرئيسي السبب الأساسي هو مرونة الأربطة. تماما. مرونة الرباط تسمح للفقرة تنزاح وترجع لمحلها بدون أزية لساتها مرنة يعني كمان. واحد. 2 وجود أكبر كمية ممكنة من الماء ضمن القرص الغضروفي. تماما. بعمر اليافعين. طبعا كل ما كبر البني آدم نسبة الماء تقل، نسبة مرونة القرص الغضروفي تقل كمان، التعرض للأذية يكون أكبر أكثر. 2 الشغلة الثالثة الكسور الفقرات نادرة الحدوث عند الأطفال كمان بسبب مرونة الفقرة نفسها. تماما. يعني عندي مرونة أربطة، احتواء كمية كبيرة من الماء ضمن القرص الغضروفي. والشغلة الثالثة مرونة العظم نفسه، يعني العظم ما وصل لمرحلة يقسى العظم الفقرة، جسم الفقرة يحوي نوعين من العظم. أيوة. عظم اسفنجي داخلي. تماما. وعظم قشري اللي بيحيط بجسم الفقرة. صح. العظم القشري عند الأطفال ما يكون قشري قوي معرض للكسر. تمام. معرض للانضغاط قابل للتمدد يعني. مرة ثانية بمساعدة الأربطة والقرص الغضروفي. مشان هيك أزيات الأطفال غالبا تكون أخف من أزيات الكبار. يعني أزية الطفل غالبا تصير مثلا أزية رباطية صار في انزلاق بالفقرة ورجعت لمحلها، صار في أزية نخاع شوكي وغالبا ترجع قابل للتراجع أكثر من حتى النخاع شوكي مرونته واحتوائه لكمية كبيرة من الماء، والقرص الغضروفي بكمية كبيرة من الماء، والأربطة مرنة، آلية الرد تكون أقل. تمام. رح أذكر المستمعين للي عم يسمعونا، أنتوا هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو الدكتور فراس تيشي، اختصاصي بالجراحة العصبية. عم نحكي اليوم عن الإصابات الردية للعمود الفقري، أو خبر مبتدأ مؤخر، إصابات العمود الفقري الردية. هيك حكينا عن مواضيع ومحاور مهمة جدا. وصلنا لمحور ثاني كمان اللي هو دكتور للبت بالتشخيص ما عدا الفحص السريري للمريض. شو الإجراءات اللازمة لكم؟ طبعا الفحص السريري هو الأساسي في تقييم المريض. على أساس نعرف نطلب الصورة المناسبة مثلا. تمام. سواء للحالات الإسعافية أو الثانية. الإسعافية أو الثانية. القصة المرضية. أيوة. والفحص السريري مهمين جدا جدا. تماما. يعني الاستماع لشكوى المريض، رجوع لقصته المرضية، وفحص المريض يوجهنا نحو تقرب من التشخيص. تمام. يعني هذا المريض بحاجة لتحاليل دموية ولا صور بسيطة ولا صورة طبقي ولا صورة رنين مغناطيسي. تمام. لأنه يجيني مريض أحيانا القصة المرضية توحي لي أنه عنده حالة التهابية. حالة التهابية تشخص بالتحاليل الدموية أكثر من الصورة البسيطة أو صورة طبقي. تمام. مثال مريض حمى مالطية. أيوة. يعطي أعراض مفصلية وأعراض
عضلية وأعراض عمود قطني. يعني التحليل يغنيني عن تماما إجراء صورة رنين المكلفة مثلا. حلو كتير. الشغلة الثانية مريض التهاب مفاصل، حمى رسوية، داء رثياني، قصته المرضية كمان توجهني لأعمل له صورة، أعمل له تحليل دموي أكثر من تحاليل ثانية. مريض ارتفاع حمض البول طبعا ولو نادر بالعمود الفقري بس موجودة. مريض التهاب فقار لاصق أيضا إصابته دموية يعني مزبوط مشكلة مفصلية، بس تحليل الدم بصورة بسيطة تغنيني عن إجراء صورة رنين مغناطيسي. إذا بدي أفكر بموضوع الديسك أو أمور تانية أو أورام لا سمح الله، طبعا هو التشخيص الأول هو الرنين المغناطيسي. بدي أفكر بأمور كسور الفقرات، كسور الفقرات العظمية مثلا، يعني عم دور على بنية عظمية، الصورة بسيطة وصورة طبقي هي الأفضل. يعني هلا بالمراجع أو بالكتب الرنين المغناطيسي يفيدني بالحالات الورمية أو إصابة أنسجة رخوة، إصابة مثلا الأربطة، العضلات، الغضروف، النخاع الشوكي والجذور العصبية. دراسة عظمية الأفضل هو الطبقي المحوري إذا في كسر فقرة أو في آفة انحلالية بالفقرة، الطبقي المحوري أحسن. ودراسة التهابية التحاليل المخبرية تفيدني أكثر من الأمور الثانية، تغنيني عن الصور الثانية. إذا دائما نحن ممكن نوجه كلمة للمستمعين إنه الطبيب الإجراء اللي بيلزم والمطلوب منه أكيد هو يعني سيد القرار، وهو هو اللي بيشوف المناسب. فمرات المرضى هيك بيشكوا انه والله الدكتور بس طلب مني تحاليل وشخص المرض، ما طلب مني صورة شعاعية. يعني خلي هالامور هاي تكونوا مرتاحين انه الطبيب هو اللي بيشوف الانسب للحالة والشغلات اللي تلزمه للتشخيص. اكيد هذا المطلوب من المريض ما يخفي اعراض، هذا اهم شيء. يعني القصة المرضية ياما يجينا مرضى انه هم بنفسهم يفكروا العرض الفلاني ما له علاقة بالمرض هذا. يعني المفروض المريض يحكي كل شيء عنده تماما، فضفض اللي عندك، والدكتور هو يفسر من هذا الشيء متعلق بالمرض الفلاني يعني ولا ما له علاقة بالمرض. تمام. أو إذا عنده قصة مرضية سابقة يذكرها، أو سوابق مرضية يذكرها. صح. يعني معه ضغط، معه سكري، معه ربو، معه غدة، معه آفة رسوية، عنده مشكلة التهابية سابقا يذكرها، تساعد بالتشخيص، يعني تساعد بالتشخيص 100%. يعني أكيد. بذكر مستمعينا انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستوديو دكتور فراس تيشي، اختصاصي بالجراحه العصبيه. اي سؤال بيخطر على بالكم اكيد رح نطرحه لضيفنا الدكتور. هلا الاخت جيهان عم تقول انه تعالجت عند الدكتور قال لازم تعملي عمليه الديسك وما عملت وتحمل الوجع، وهلا بقى صار تنكس بركبتي. طبعا عم تحكي عن موضوع الديسك وهلا عم تشكي من ركبتك. لو ممكن اذا تبعتي لنا السؤال يعني اللي حابه تساليه او تستفسريه اكيد رح نطرحه لضيفنا الدكتور فراس. دكتور مرات الطبيب مثل ما ذكرت انه التشخيص الفلاني بده هالاجراء هذا، مرات ما بيبين معكم او التشخيص بده اجراء ثاني متطور اكثر سواء كان طبقي او رنين. ايمت المريض يستدعي العلاج المحافظ، الراحة المنزلية، الدواء الفلاني، وإيمت بيستدعي المريض للعمل الجراحي؟ 90% من حالات العمود الفقري علاج محافظ. حلو. يعني علميا يراجعني 100 مريض بالعيادة ألم قطني، 30% منهم يطلع معهم ديسك. إذا جبت 30% عملت 100%، من 100 مريض مشخص معه ديسك 10% يحتاجوا عمليات. من 100 مريض مشخص ديسك وليس من 100 مراجع. نعم. 100 مراجع 30% منهم مع ديسك. الفكرة بالعلاج الأساسي مثل ما قلت 90% من مرضى الديسك انزلاق الفقرات. طبعا 100% مرضى التشنج العضلي علاج دوائي، مو دوائي، علاج محافظ اللي هو تغيير نمط الحياة، تغيير أسلوب الحياة، وممارسة الرياضة. أيوة. بدون نقاش. مرضى الفكرة الأسوأ فكرة هي عند الشعب، عند 90% عند غالبية العالم، أنه مريض انقراص معناته خرب بيته، أو مريض تنكس خرب بيته، أو مريض مناقير خرب بيته. لا المنقار يخرب البيت ولا الانقراص ولا أي شيء. علاجهم كلهم طبعا دراسة بسيطة أنه هذا المنقار أو الانقراص اللي صار يتماشى مع العمر ولا لا. أيوة. يجيني مريض عمره 20 سنة معه انقراص ومعه مناقير تبدلات تنكسية، لازم أفكر بأمور تانية، أستعمق بالدراسة. أيوة. إجاني مريض عمره 60 سنة عنده انقراص فقرات، شيء ما يخوف، لأنه عمر 60 سنة أمر طبيعي يصير فيه مثل ما حكينا هلا قرص الغضروفي إيش هو؟ تمام.
مملوء بالماء بعمر الصغار. بعمر الكبار يبلش ينشف شوي شوي. كلمة انقراص فقرات يعني الفقرات صارت قريبة من بعضها. تقارب الفقرات ليس انضغاط، تقارب الفقرات يعني المادة الغضروفية يا إما نشفت تماما يا إما انزاحت مكانها. أيوة. انزاحت مكانها نسميها ديسك، نشفت تطور طبيعي للبني آدم بعمر 50 60 70 سنة، أمر طبيعي تنشف الفقرة، مثل ما يصير ترقق عظام تماما، مثل ما يصير ضعف عضلة قلبية كمان، ضعف بالكلية، ضعف بالنظار، رخاوة جلد بالجلد، مزبوط. يعني الطفل جلده مليان مي صح رطب، الكبير بالعمر تلاقيه ناشف، هذا شيء تطور طبيعي بالجسم. كلمة انقراص فقرة بعمر الكبار ليس مرض، إذا ما مخبي وراء خلفيات تانية دراسة مرة واحدة تكفي. علاج الأساسي لمرضى التشنج العضلي التهاب أربطة، استقامة قطنية أو استقامة رقبية بدنا نسميها، انقراص فقرات، مناقير رقبية. العلاج الأساسي 90% هو الأساسي تسكين ألم أثناء هجمات الألم لفترة قصيرة. نعم. وتغيير نمط الحياة، ممارسة الرياضة بشكل يومي، تجنب الجلوس المديد، الوقوف المديد، حمل أوزان، وضعيات الغلط بالعمل تماما. والاعتماد على أسلوب الرياضة، تغيير نمط الحياة. 90% من المرضى يتحسنوا. ومو مطلوب من العلاج انه كان عندي مثلا عملت صورة عمود قطني عادية طلع عندي انقراص، بعد 6 أشهر عيدة لازم يروح انقراص ما يروح. تشخص الانقراص انقراص، هذا مرض ثابت خلاص. الغضروف نشف تماما، نشفان غضروف ما عاد يرجع، يعني. فقد ليونته. بدنا نشتغل على امور تانية مثل ما قلنا العمود الفقري. العمود الفقري ضمنه قناة فقرية النخاع الشوكي، تحيط بالعمود الفقري بين الفقرات قرص غضروفي، أيوة. حواليهم العضلات والأربطة الداعمة للعمود الفقري. صار في ضعف بمكون مكونات العمود الفقري، لازم أدعم المكونات الثانية. يعني قرص الغضروفي يبلش ينشف، بدي أشتغل على الأربطة ما أخليها تكلس، يعني. وبدي أشتغل على العضلات ما أخليها تضعف أو تنضمر. يعني الرياضة هي تقوي العظم بدون نقاش، تقوي الأربطة، تمرن الأربطة، وتقوي العضلات. هاي الشغلات الثلاثة. يعني عمود من عواميد الغرفة انتزع، بدي أدعم الغرفة بأمور تانية هي العضلات والشغلات هاي. وغالبا المريض يهمه بالمحصلة ما يهمه الانقراص إجا وراح، بيهمه قل مرضه أعراضه وصارت حياته أحسن. صح. الرياضة هي تحسن الحياة وزوال الألم. يعني جينا للشغلة الثانية هي الديسك القطني مثلا. الديسك القطني كمان 90% من مرضى الديسك لا يحتاجوا عمل جراحي. أيوة. 90% من مرضى الديسك مجرد تغيير نمط الحياة وليس إيقاف الحياة. يعني اللي كثير أحيانا المريض يقول بدي أقعد بالبيت، القعدة بالبيت كانت سابقا بس هلا صارت مرفوضة تماما. يعني 5 أيام راحة وتبلش تغيير نمط الحياة مع تمارين رياضية بشكل يومية تفيد الديسك 100%. جزء بسيط من مرضى الديسك يحتاجوا لعمل جراحي. اللي صار عندهم 10% من المرضى اللي معهم ديسك احتمال يحتاجوا لعمل جراحي. هلا تسألني راح الديسك وين راح؟ صار معه فتق قنوات ليبية وين صار؟ وين راح؟ احتمال يصير ضمور بالديسك او نشفان بالديسك. صح. الديسك طلع من محله نتيجة تغيير نمط الحياة، ما عاد في ضغط على الفقرات، الغضروف يصير نشفان فيه، ما عاد يضغط على النخاع الشوكي والأعصاب. تمام. 2 احتمال يتكلس من مكانه، و3 احتمال يتشظي يصير ضمور ضمن القناة الفقرية، ما عاد له تأثير على النخاع الشوكي والأعصاب، ما له أثر. جزء بسيط من العمليات إن هن من مرضى المريض اللي عنده هبوط قدم صار عنده ضعف، أو المريض اللي عنده هبوط قدم مع مرض نحن نسميه زي الفرس، يعني صار في مشكلة بالبول، مشكلة بالخروج، هذول يعتبروا عمليات جراحية صعفية. النوع السبب الثالث العمليات الديسك هو المرضى المعندين على العلاج، الألم المعند. يعني المريض بده يغير نمط حياته إلا ما يتخلص من الديسك. بس العلاج الأساسي، الفكرة الأساسية تغيير نمط حياة مع ممارسة الرياضة لكل المرضى مسموح، حتى مريض انزلاق الفقرات. أيوة. مريض انقراص فقرات، مريض مناقير أو تشنج عضلي. والفكرة الثانية شيء إنه المريض عمل عملية ما عاد يجيب أولاد، هذا الشيء منافي للعلم، سواء بنات سواء ذكر سواء أنثى. نعم. العملية ما تأثر إذا ما المريض ما وصل لمرحلة ضعف ضغط على النخاع الشوكي، صار في عنده مشاكل بولية بالخروج. نعم. يعني صار في حالة إسعافية، هذا موضوع ثاني. نعم. بس الديسك العادي لا يؤثر لا عند النساء لا عند الرجال، موضوع الإنجاب. والمريض اللي عمل عمل ديسك بعد 3 أشهر في يرجع لحياته الطبيعية، ممارسة الرياضة، جميع أنواع الرياضة أبدا بدون نقاش.
حتى المريض اللي عامل عملية تثبيت فقرات بعد 3 أشهر يرجع لحياته الطبيعية بدون أي نقاش. إيش ما كان يشتغل قبل العملية فيه يشتغل بس مع نمط رياضي يومي، يعني إضافة برنامج حياته اليومية. تماما. في كان سؤال للأخوة المستمعين. الأخ حكيم بعت من فضلكم سؤال قد لا يكون يخص باختصاص ضيفنا لكن رح نطرحه. من فضلكم سؤال للدكتور: كيف نعرف أنه ما هي المقدمات أو المقدمات بوجود حالة انسداد للشرايين أو الجلطة في إحدى الساقين أو كلاهما؟ مثل ما ذكرنا قد يندرج تحت جراحة الأوعية. نعم. بنعتذر منك الأخ حكيم. أكيد الدكتور رح يعني يشرح لك موضوع أنه الاختصاص اليوم هو اختصاص جراحة عصبية ومركية تابعة للأوعية. الأخ ياسر بعد: أنا عملت عملية ديسك والحمد لله صرت أحسن، بس ماشي من شي سنة صار عندي ديسك رقبة ويصير عندي دوخة وما خليت الدكتور، ما رحت قالوا ما فيك شي، وعملت رنين وتحاليل وما شافوا شي. الدوخة شو موضوع الدوخة؟ مثل ما قلنا هلا الفكرة الشائعة عند الناس انه المريض عمل عملية ديسك عنده ديسك واحد فقط. بين الفقرة وفقرة في قرص غضروفي. تمام. القرص الغضروفي في الخط الناصف في العمود الفقري، في عندي قرص غضروفي يمين، نفس القرص الغضروفي. تمام. بس ممتد من اليمين لليسار. عملية ديسك اذا انعملت لمريض تنعمل لمسافة واحدة فقط. نعم. مثلا الديسك بين الفقرة القطنية الرابعة والخامسة، انشال الديسك الرابعة والخامسة فقط ينشال. الفقرة اللي فوق، الفقرة اللي تحتها، فوق ب5 فقرات، فوق تحتها ب5 فقرات، هذول الجراح ما له علاقة فيهم بنوب لا من قريب لا من بعيد، وغالبا راح يكونوا طبيعيين أو مشخصين بصورة الرنين المغناطيسي. تمام. إجراء العمل الجراحي لاستئصال الديسك المفتوح حصرا. تمام. المريض يرجع لحياته الطبيعية مثل ما تفضلت بعد 3 أشهر حياته الطبيعية. نعم. موضوع الدوخة، الديسك الرقبي ما يعمل، الديسك العمود الفقري ما له علاقة بالدوخة أو الرقبي كمان أو القطني كمان. بس الدوخة اللي لها أسباب عصبية، في عندي مشاكل بالمخيخ، مشاكل بالأذن الوسطى، مشاكل بالعمود الرقبي، إذا في عندي مناقير قد تضغط على الشريان الفقاري اللي هي تمر شريان فقاري يمين يسار تغذي الحفرة الخلفية. تمام. احتمال تكون أسبابها، بس كديسك رقبي بحد ذاته ضغط على جذر عصبي ما يفسر الدوخة بصراحة. وعم يقولوا انه انا عملت رنين مغناطيسي، فيعني الجواب ظن انه صار واضح. الاخ كاوا ايضا بيسأل: شو دواء لمرضى الشقيقة؟ يعني ما بعرف السؤال هو كمان انطرح. الشقيقة لليوم للأمانة ما اخترعوا دواء شفاء. هلا في شيء اسمه دواء شافي، في دواء محسن الحالة عامة. تماما. الشقيقة نمط الحياة ضروري جدا. طبعا الشقيقة عامل وراثي. أيوة. مرض لا يشخص لا شعاعيا لا مخبريا لا أبداً. بس تشخيص سريري بناء على قصة مرضية. صح. وفحص المريض. صح. أو استجواب المريض. نعم. التعامل مع مريض الشقيقة يعني نموذج الحياة لازم يتغير. تماما. وغالبا هذا صعب ببلادنا أو بظروف الدنيا كلها صعب. صح. يعني نمط الحياة، نمط النوم، العمل، الطعام، هذا كله لازم قدر الإمكان. حتى نفسية البني آدم أكيد لازم تتغير. والمريض الشقيقة لازم يفهم حقيقة واحدة، إنه العلاج ليس شافي. الغاية من العلاج تحسين حالة المريض. العلاج الشقيقي يقسم لقسمين. قسم منه علاج الحالة الحادة، جاني مريض بهجمة الشقيقة. نعم. في أدوية خاصة فيه طبعا بمساعدة المريض كمان. والدواء النوع الثاني من الأدوية تخفيف أو التبعيد بين الهجمات. نعم. تخفيف أيام الهجمات. أيوة. وتخفيف شدة الهجمة. تماما. يعني تباعد تخفيف هجمة. أيوة. تخفيف عدد أيام. بعد تيجي شقيقة 3 أيام. صح. إذا قدرنا نعملها يوم واحد شيء ممتاز. تيجي مثلا بالأسبوع مرة، إذا قدرنا نعملها بالشهرين مرة. تمام. يعني نكسر الحلقة المفرغة. المريض يوصل لمرحلة إنه كل يوم سبت تجيني الهجمة، يصير يخاف من يوم السبت، يصير يخاف من يوم الجمعة مثلا. أو كل 5 أيام تجيني هجمة يصير يخاف من 5 أيام تانيات. لما تصير عنده الهجمة بعد 10 أيام مرة، بعد 20 يوم مرة، بعد شهر مرة، ما عاد عنده حلقة مفرغة. صح. إنه أخي بعد 10 أيام تجي. صح. أجت 10 أيام ما أجت النوبة نفسيا يرتاح. الراحة النفسية هي تخفيف الألم. أكيد. آخر سؤال، ما بعرف إذا الأخت جيهان طرح السؤال رح نختم لقاءنا. كلامك صحيح دكتور، أنا معي مناقير بالرقبة، أذني كمان توجعني. المهم عم تحكي عن الموضوع. شكرا لك أختي، بتمنى لك السلامة للجميع. رح نختم لقاءنا
طبعا من شوي الدكتور حكى جملة معلومات مهمة جدا، هي كانت بمثابة توصيات عبر منبر بوير وبتوصيات الدكتور فراس الشيخ اختصاص الجراحة العصبية ضيف برنامج صحتك بالدنيا. اليوم رح نختم لقائنا بتوصيات من عنده للأصحاء وللمرضى اللي عندهم أمور يعني إصابات أو ألم بالعمود الفقري. نصيحتي لكل مريض يشكو من ألم عمود رقبي أو عمود قطني، مجرد وجود ألم لا يترافق مع حرارة، لا يترافق مع نقص وزن، لا يترافق مع ألم جذرية، مثلا ألم جذري قصدي ألم بالإيد، نعم. كهرباء بالإيد، إجر يمين يسار، ما في مشاكل بالبول، ما في مشاكل بالخروج، يعامل معاملة مريض ألم رقبي قطني أو ألم ظهري تشنجي أكثر. هو طبعا هو العرض الأشيع والمرض الأشيع أكثر من الديسك، أكثر من الأورام. يعني مو كل مريض يصير عنده ألم يفكر إنه عنده ورم، نسبة الأورام قليلة بالعمود الفقري مقارنة مع الأمراض الثانية. الطلب نصيحة لجميع الأهل والأخوة، مراجعة الطبيب بعد ما تشخص المرض. أهم شيء ما تخاف من المرض. أمراض العمود الفقري بشكل عام ما تخوف، لا سمح الله الأورام موضوع تاني، بس الأمراض اللي عم نحكي عنها بشكل يومي هي الانقراص والانزلاق والمناقير والدسك والفتق الغضروفي والشغلات هي كلها، ولا واحدة من هدول تخوف، ولا واحدة من هدول تعيق الحياة اليومية. بس المريض نفسه لازم يتأقلم مع الوضع، مثل مريض الضغط والسكري يحمي حاله من جميع المأكولات، من السكري ومن الضغط من الملح وشغلات هي كلها، يحمي حاله ومضطر ويستجيب لها. مريض العمود الفقري يحمي حاله من 3-4 وضعيات معينة فقط، ولا يعيش حياته الطبيعية، اللي هن الوقوف المديد، أيوة، الجلوس المديد، تماما، الانحناء المديد، والحركات الفجائية. مثلا بده يمسك شغلة يحاول تكون حركاته متوازنة. مع ممارسة الرياضة بشكل يومي، ولا مريض من هدول اللي ذكرتهم ممنوع الرياضة. للجميع المرضى مسموح الرياضة، للكل، انقراص، مناقير، انزلاق، فتق، أي مرض تسميه بالعمود الفقري، تماما. إلا إذا فيه كسر فقرة، فترة الكسر تماما موضوع تاني، بس التحم الكسر مسموح الرياضة. عامل عملية ديسك مسموح رياضة، عامل عملية تثبيت مسموح، عامل عملية ورم نخاع شوكي، عامل عملية أي مرض بالعمود الفقري. هو العلاج الأساسي ليس الأدوية اللي نعطيها نحن، أيوة، لا المسكنات ولا الدكلون ولا البروفين ولا هدول، ولا يفيدوا للأمانة، ما يفيدوا، لأنه تسكين ألم فترة مؤقتة. مشاكل الدواء، مشاكل معدية، مشاكل ضغط، مشاكل قرحة وشغلات هاي كلها مشاكلها أكثر من فوائدها. صح. نصيحة هي القيام بالرياضة بشكل يومي، نعم. تغيير نمط الحياة بشكل يومي، تجنب البرد والوقوف المديد، جلوس المديد، وحمل أوزان ثقيلة. ولا الشغل كله مسموح، سيدات مسموح تشتغلوا بالبيت بس توزيع العمل، يعني عقلانية بتوزيع العمل. أيوة. يعني مثلا ست البيت بدك تقوم تعمل مونة 6 ساعات 7 ساعات فرد وضعية معينة، بعد يومين تقعد 5 أيام بالفرشة. صح. أو بدها تشتغل تعزيل البيت يوم واحد، 5 أيام تقعد بالفرشة. نعم. تغيير نمط الحياة مع عقلانية بتوزيع العمل هو الأساسية، زائد الرياضة ضروري. تماما. الشكر لكم دكتور فراس الشيخ اختصاصي بالجراحة العصبية على الاستضافة الحلوة والمعلومات. الله يعطيكم العافية، مشكور لكم جديا. شكرا لكم على احسن استماعكم مشاهدينا ومستمعينا للي كانوا عم يسمعونا عبر الموجة 103.5، للي كانوا عم يشاهدونا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. الأسبوع القادم نلقاكم بخير وسلامة، ضيف جديد وحلقة جديدة. شكر لزملائي بالكنترول، بخاطركم.